يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم الصانونة العدنية أو ما تسمى بالمطفاية، وراح استخدم فيها السمك اللي هي مطفاية السمك. نشوف طريقتها مع بعض. أول خطوة عندي نبدأ نقلي السمك. هنا عندي أنا سمك الكنعد، وعندي تشكيلة من البهارات بقسمها لنصفين، نصف منها باخدها وبتبل فيها السمك، والنصف الثاني بستخدمها في البصفة. عندي هنا البسباس العدني، طبعا طريقتها موجودة عندي في حسابي الانستغرام. أخذ جزء من البهارات وأحطها على البسباس العدني، وأبدأ أتبل فيها السمك من وراء ومن قدام، أغطيها بالكامل. وبعد كذا أخذ السمك وأبدأ أقليه على زيت خفيف لغاية ما يستوي عندي السمك. بعد ما قليت السمك أخذت جزء من الزيت وحطيت عليه البصل والفلفل الأخضر، الحرارة اللي تفضلوها انتوا. هنا عندي خليط الطماطم والثوم وحطها على البصل وأحمسهم. حطيت ملعقة كبيرة من معجون الطماطم وانزل عليها تشكيلة البهارات الباقية عندي، وأضفت للمكونات ملعقتين كبار من البسباس العدني، وأضفت لهم كمان ملعقتين كبار من خلاصة التمر هندي أو الحمر. مثل ما انتم شايفين تركت المكونات تتسبك مضبوط لغاية ما انتم شايفين طلع معايا الزيت. بعد كذا أنزل عليها السمك اللي قليته، أغطسهم كذا شوية ورش عليهم كزبرة خضراء، وعلى نار مرة هادية أترك المكونات وأتركهم يتسبكون على بعضهم البعض لغاية ما تطلع الريحة والنكهة اللذيذة، بتكون كذا وصفتنا صارت جاهزة. وهذه وصفتنا وصارت جاهزة، وقدمتها مع رز بالشعرية، وهني وعافية.